والله اعطيوني هادي هادي يا هادي يا هادي ندخل توا. شنو هي هادي شو الهادي ندخل في الصادق كوكا. تحيه ليه، تحيه للبطل العالمي صادق كوكا. يا ماما يا صادق قال لك يا ماما. هات نعاودوه. لا يا ماما سي صادق مرحبا بك سي صادق. سي صادق يسلم عليك. السلام عليكم. سي صادق شوف فيا سي صادق. اي تفضل هادي تفضل. توا احنا في ظروف استثنائيه، معناها الواحد في عمرنا احنا في العمر يكبر. لا يا هادي ينجموا يتناول لا على الدفاع على الواحد. يا هادي نحن في ظروف مؤقته هي استثنائيه طبعا ما عندها حتى معنى. ينجموا يتناول كيف انا وكيما رزوق وكيما سيدي المنصف. والله هو ساعة لونترينمون في الظروف الكل، معناها مش على خاطر ظروف مؤقته نتريناو وظروف مش معناها استثنائيه ولا مش استثنائيه، النجم اي ظرف لانه ساعة مش يدرب الجسم نتاعو، ينحي برشا كوليسترول وينحي يقعد معناها ياكل الجناس نتاعو، وبعد يدرب فما الدفاع عن النفس حتى في اللاج نتاعك انت سي هادي ينجم يدرب الدفاع عن النفس، مش يدرب باش يولي شامبيون دي موند ولا مش يولي شامبيون يا هادي هو مش يدرب. يا هادي تعرفش انت صادق كوكا فاش بطل كان تقول لي الرياضه اسمها الكامل انا نخلصك توا مباشره على الهواء. هاي اسمها الرياضه يا هادي. كاراتيه فول كونتاكت. لا دي سهله. هات الاخرى هات الاخرى. رئيس الاتحاد العربي لرياضه الدمتك. الدمتك بالضبط. سي المنصف تكمل سؤالك ولا نستقبلوا سي صادق؟ خلينا نستقبلوا سي صادق. سي صادق الى البلاتو الرئيسي ديمونش حنبال. خلينا نستقبلوك. صادق جاريه تراه جاريه اقوى. اهلا بك. بدو اعمل هكا. مرحبا بك سي صادق تفضل الى جانبنا. تفضل سي صادق مرحبا اهلا وسهلا بك. قبل ما نبدا بكم نحب نستقبل كوميدي غاب على ديمونش حنبال وغاب ايضا على ساحه الكوميديا. خليني نمشي مباشرة. نجيب موسى. سي المنصف ها بحذانا عاد سي صادق عاد. سي صادق اللي يحب يخدم الرياضة والسياحة في نفس الوقت. اي سي صادق مازال كي عاد من إيطاليا في بطولة عالمية وجاب لنا معاه. هو جاب ابطال توانسه، لكن نحب نساله هو سي صادق علاش في كل فما دوره دوليه تلقى تونس حاضره، علم تونس موجود وراء العلم هذا سي صادق كوكا، وكاني بالجامعه اللي هي جامعه كيوشنكاي اليوم نحكيو على كيوشنكاي ماهيش موجوده. يا درا انت عامل جامعه وحدك ولا عندك انت متصل بجامعه دوليه وحدك؟ مانيش فاهم. نحب هذا المدخل نتاع موضوعنا. انا نحس الصادق جامعه وحده هاو باش يورينا. انا نحسه هكا. نحسه جامعه وحده وهو رئيس الجامعه وحده وهو بركه يخدم. تفضل. لا احنا عندنا جمعيه ساعه قانونيه اللي هي تاسست في 2013 بعد الجامعه عندها اختصاص نتاعها نتاع الرياضه هذه الكيوكوشينكاي، لكن احنا عملنا جمعيه اللي هي مجموعه من تقريبا 22 جمعيه ونوادي، اسسنا جمعيه ايضا طريقه قانونيه. واحنا شنو فما رياضات النزال هم تطوروا ياسر ولات ما عادش معناها مقتصره باش تعمل نشاط فقط. فما جامعات كما شفت الجامعه هذه اللي مشينا لها لايطاليا معناها تلقى في النشاط نتاعها لو تشوف سي منصف في الصفحه الاولى تلقى تقريبا 30 نشاط
نشاط معناها اللعب نتاع ليزار مارسيو، تطورت ليزار مارسيو ما عادش تلعب معناها تمشي تخرج باش تلعب مثلا نقولوا جيدو، مش يمشي يلعب مثلا حاجه برك، ينجم يلعب 4 5 حوايج في نفس الوقت. مثلا تلقى فيها حتى التكسير اللي احنا كانوا يضحكوا علينا في الكاس يسمى، كانوا يضحكوا علينا يقولوا يمثلوا يزيفوا ما شنو. اليوم اصبحت مقابله عالميه في التكسير، وعندك حكام وعندك تلفزه تتفرج عليه وكل شيء هوني مكتوب. هذه توعدنا نهار تجي تعمل لنا لهنا، نجيو نعملوا لك ونجيبك البطاله بتاعك. خلينا نشوفوا سي صادق في هذا التقرير هذه الصور، ونرجعوا لمواصله الحوار. صور مع الصادق كوكا ونرجعوا للحوار. سي المنصف الكيف. الصور اللي كنا نشاهدوا فيها. ايش عملت اللي كنا راهو فيه انت؟ شو بس عندنا زوز توانسه شاركوا في الدوره هذه، بطوله عالميه تنجم تقول فيها عديد الاختصاصات كما قلت. نجمنا معناها بصعوبه باش هزينا زوز توانسه غاديك هي مشاكل فيزا وغيرها، وايضا محظوظين اللي عندنا برشا توانسه معناها يعيشوا في الخارج. وعديتوا انت يا سي منصف عملناه الوقت هذا اللي هو من فرنسا، صحيح. جاء من فرنسا وجاء يلعب، وكان هو مش يلعب بالنادي نتاعو باسم النادي نتاعو. انا قلت له تنجم تجي تلعب باسم النادي نتاعك، قال لا انا على خاطر تذكر مش نجي نلعب باسم النادي نتاعي، ها تو نخلص تذكرتي ولعب باسم تونس وربح التيتر باسم تونس، ولد ضيع عزيز بن ابراهيم. برافو برافو. لكن اللي اسفني اكثر الولد هذا معناها ما جاتوش حتى دعوه او رساله شكر من اي سلطه من السلطات التونسيه. هذا اللي اسفني شويه. احنا معناها هو معناها متطوع بالتذكره هذه ومش في حاجه لها برشا، لكن كان على الاقل معناها رساله شكر او دعوه ليه وقت اللي يجي لتونس، معناها تشريف او تعطيتك تكرمه معناها قدام الناس. وهذا معناها هو تعرف مؤسسات توا مش لاهيه برشا، ممكن نلقاو لهم عذر، ممكن ما نلقاو لهمش عذر. عندك حق، لانه الولد هذا البطل يستحق عنايه اكثر. اما نوعدك انه في ديمونش حنا بعد باش يكون موجود ونتعرفوا عليه اكثر ونفرحوا به في هذا الفضاء. صدق حتى حتى ضربوا على قليله تهزوا معك عليكم. اي عندنا ضرب، احنا ديما باتصال بالسفاره وبالقنصليه ويعاونونا. السنه شاركنا بزوز لاعبين توانسه، شاركوا كل واحد منهم تحصل على 3 ميداليات. واحد منهم التوانسه اخذ الميداليه في التكسير اللي هو في الكاس اللي قلت في البطوله العالميه في التكسير، وايضا واحد منهم اخذها في الكيك بوكسينج، وايضا عديد من الاختصاصات معناها كل واحد شارك منهم في 3 أو 4 اختصاصات. معناها ما شاركوش الا في الكيوكوشينكاي. الكيوكوشينكاي ما كانش حاضر تماما هذه المره، لكن هما يمكن في المستقبل مش يكونوا ايضا هذه. ولذا احنا نحبوا الاولاد نتاعنا يشاركوا، مش كان في اختصاص برك، ينجموا. فما جمعيات عالميه كما تشوف هذه المقر نتاعها في سويسرا وعندها، واحنا كلاعبين ينجم اي لاعب في الزار مارسيو ينجم يشارك في حاجات اخرى، ما يكونش مقيد في حاجه برك. خليني نعاود نقول باش نرتاح شويه. اسمع سي صادق، ما عادش نحب المحاسبه. كلمة المحاسبة بين ظفرين، كل واحد يحط اللوم على المؤسسات. خلينا نقولوا ما نحاسبوا حتى حد. تونس تمر بفترة انتقالية، وأكيد كل المؤسسات فترة انتقالية، هناك ضغط، هناك عديد الأشياء. عدنا إذن يعطيك
الصحة سجان. سي المنصف. انا نحب نكمل مع سي صادق ونقول له علاش رابط الرياضه ذي بالسياحه؟ وانت ايش عملت كي مشيت؟ يعني الناس يقولوا تو ذا ربما كبير في العمر، شو اللي عملت بالضبط؟ خاطر عملت حاجتين في الافتتاح وفي وسط الواحد. الافتتاح جبت لنا معاك هذه خلي يروح. هاي هذيك شنو هي سي المنصف؟ الافتتاح هو عملت عروض فنيه، اختاروني انا من جمله فهمتني لا واحد اخر فقط، معناها زوز من الناس في هذه المره الثانيه في الافتتاح عملت لهم عروض ب 10 دقائق. عملتك علاش صدق انت يحبوك؟ وعطوني علاش لا جاوبني ما تمشيش يحبوك ولا علاش انت تعمل الافتتاح؟ هما تعرف انت في اوروبا ما يمشوش بالعاطفه ياسر فهمتني لا، هما غاديك يمشيوا اللي هو عنده الكفاءه فقط. هذا معناها معروف. 22 دوله هما شاركوا، والتنظيم كان في ايطاليا، معناها كانوا يجيبوا ايطاليا ابجل من يجيبوا تونسي فهمتني ولا. معناها هذه المره الثانيه نحضر نعمل العروض في الافتتاح اللي هو 45 دقيقه فقط، وفهمتني لا معايا واحد مكسيكي السنه الفارطه، والمره هذه فهمتني لا كنت انا وحدي موجود في العروض هذه. هما معناها على الكفاءه، وعملت العرض المره الثانيه واعطوني الدرع هذايا، وانا الصوره كانت موجوده غاديكيه عجبهم العرض. وايضا اعطوني ايضا درع اخر ثاني في التحكيم. عملت الاربيتراج تقريبا 30 مقابله رسميه دوليه، ومعناها الخطا كان تقريبا 0 فهمتني ولا. نمشيو مباشرة. علاش ونرجعوا لحوارنا؟ نمشيو مباشرة. علاش ونتناقشوا شوية سي المنصف. اش حضرت لنا في علاش هذا الركن اللي لا يغيب، يقعد ديما في ديمانش حنبع على هذه المركب الرياضي البحري. هذا المركب الرياضي، انت قلت البحري وانا لحمي قشعر. هذا المركب الرياضي يحمل اسم الوالد البحري بن سعيد. هذا مركب رياضي اسم الوالد سموه باسم الوالد نظرا للاعمال اللي قام بها خدمه للرياضه التونسيه. المركب الرياضي هذا حقه يكون مركب، كان ترجعونا بربي يرجعوا لي للصوره مثالش، مركب للحكام الشبان. يعني عندنا حكام شبان واحنا يطالبوا فينا في تونس اليوم باش يكونوا عندنا نخبه. الحكام الشبان هذوما اقل واحد فيهم باك بلس 4، باك بلس 4 تبارك الله، ثقافه كبيره عاليه، يحبوا يترناو في المركب هذايا. حرموهم من التمرين في المركب هذايا. نقول كان الشبان تحرموهم من التمرين في المركب هذايا، كيفاش تحبوهم نهار يوليو كيما سي بالخواس وكيما توا عندنا ثلاثي تحكيم توا في الامارات يقود في بطوله العالم، يتكون كما تكلمنا عليه بالخواس وسي اسمه سي حسانه والهرابي يظهر لي ان شاء الله ما نغلطش في الاسم. نحبوا احنا يخليوا لهم المركب هذا يترنوا فيه، ويا بلديه يجعل منكم خليهم يترنوا فيه بلاش فلوس، لانه راهو مركب معمول للتحكيم. صحيح يلعبوا فيه الليسي تاع العمران وكل شيء، اما خليوا الحكام يترنوا في المركب هذايا وبلاش فلوس يرحم والديكم. نمشيو الى علاش اثنين. علاش اثنين ديما نرجع للالعاب الفرديه. علاش اثنين؟ علاش اثنين؟ علاش الالعاب الفرديه نرجعوا لها. شوفوا البنوته هذيك محلاها اسمها غاده حسين، هذيك بطله الالعاب الفرديه في الالعاب الاسلاميه اللي دارت مؤخرا باندونيسيا. هذيك جابت لنا بطوله عربيه من اندونيسيا، فتحيه لها. شفتوها كيفاش؟ تحيه لها. راهو الرياضه يلعبوها الناس الكل. تحيه لها. الناس الكل تلعب الرياضه. تحيه واضحه. هذه سميتها علاش الثالثه، سميت يحيط اجت حاليا. شوفوا الملاعب هذا شو باش يعمل الحكم، يعني ساعه ساعه بعد الملاعبيه يحيط اجت حاليا، معناتها يحب ياخذ كرتون جون ولا روج بالسيف، الحكم وقف قدامه وهو دخل له عظمه منها وخرج له منها ودخل له منها والحكم دمه يا والله حال يا والله. العلاش الرابعه نحب نرجع لسنة الغريبي. سنة الغريبي البطله الاولمبيه البطله العالميه اللي غابت، يقولوا الناس فين سنة الغريبي؟ سنة الغريبي عملت عمليه توا لاباس، وهي في الصوره الاخرانيه باش نوريكم اللي هي لاباس وقت اللي رجعت لتونس. قامت بعمل نبيل. انا الاسبوع الفارط قلت لكم محمد علي كلايس عمل، الاسبوع هذا نحب تونسي، نحب نتنوسها معناتها تولي تونسيه. سنة الغريبي كي جات لتونس مشات العائله معوزه وعايدت معاهم وقامت بالواجب واكثر من الواجب. تحيه لها ايضا سنية الغريبي. نمشيو علاش الاخيره الخامسه والاخيره خمسه والاخيره. هذا ملعب حمام النف ان شاء الله باش يولي هكا الكازون تاعو باش يولي هكا ملعب حمام النف باش خلف الكازون وخلف المدارس صرفوا عليه مئات الملايين. هذه بشرى لجماعه حمام النف حتى يعرفوا راهو باش يزيد يوخر الملعب شهرين ولا ثلاثه اخرين. علاش؟ لانه باش يولي فيه الاناره، باش يولي فيه الاناره. ونحب نقول الضاحيه الجنوبيه تستحق ملعب كين هكا واكثر. وشكرا لكل من ساهم في القيام بالعمل هذا. يعطيك الصحه سعد الرؤوف. برشا كلام يتقال انه تونس من الاشياء السلبيه في الفترات السنوات الاخيره هو انتشار الاوساخ. عندك ما تعلق على هذا؟
عندك ما تقول في هذا المجال؟ خرجتك من الرياضه للنظافه تو. كيفاش ترى الحكايه؟ من يتحمل مسؤوليتها بصراحه؟ والله المسؤوليه بتاعها انا حسب رايي انا البلديات اولا. البلديه هي القائمه بالاعمال بتاعك المنطقه، دونك هي المواطن زاد ما يتحملش. فما شويه فوضى ايضا. المواطن هذاك له فوضى كبيره. لو انا نتكلم بلديه فيما يخص تفريغ وهزانك، اما اللي يكون في الاوساخ هذه هو المواطن. صفه غريبه ياسر، صفه غريبه. سي السادة، شنو رايك في الموضوع هذا؟ خاطرش نمشي للب الموضوع. ماشي معاها فهمت. لا كما قال البلديه هي المسؤوله الاولى وبعدها المواطن. انا كما قلت نحمل البلديه اكثر حتى من المواطن، لان هي اللي تعمل الحملات وهي اللي توعي الناس وهي اللي تعمل عديد من النشاطات اللي ربما ما همش قاعدين يعملوا فيها فهمتني. سي عبد الرزاق في المنصف انا عكس ما قالوه زوز الخيال. انا نحمل المواطن قبل كل شيء. اذا يوصل المواطن يراك قدام دارك وهذا نقوم به وشرف كبير لي انا، يراك قدام دارك قاعد تنظف، يا حاسب ربي ايش قاعد تعمل؟ يا اخي البلديه ما عندناش بلديه يا خويا، عندنا بلديه اما نزيدوا نعاونوها كي نعاونوا احنا البلديه قوم هي سوزان شنو تعليق في الموضوع هذا؟ لا نختم مع سوزان، مع سي عبد الرؤوف، مع سي صادق، كلمه ونستقبل ضيوفي الاخرين. سي صادق كلمه. بطولة العالم 2014 وين؟ 2014 المنظمة العالمية هذه اقترحت معناها تونس، وانا اعطيتك مكتوب رسمي، مكتوب انا بالانجليزية عندك سي منصف، تنجم تترجم لك تقرا. استر هو استر بسرعة سي المنصف لانه So it will be a good opportunity to propose the Tunisian government and choose يعني يقول لك for the world championship and 2014 معناتها 2014 نوفمبر from 10 to 12 من 10 الى 12. واضح. سي عبد الرؤوف البطولة العالمية هذه سي عبد الرزاق معناها فيها 500 لاعب ولاعبة، وفيها أيضا تقريبا 500 معناها جماهير وأولياء اللي هم يجيوا، معناها فما 1000 لاعب ولاعبة يجيوا، لكن مش معناها تونس راهي مش تخلص عليهم التساكر وتيل، هما مش يجيوا راهم يخلصوا الكل نتاعهم، معناها هما يحبوا يعطيوا هذه كهدية لتونس بالنسبة للهدية تنجم تقول تونس. إن شاء الله بالتوفيق سي صادق. سي عبد الرؤوف. تمنياتي رياضية ان شاء الله فريق هذا اقل من 17 سنه يمشي خطوه باهيه في الدوره هذه ان شاء الله بطوله العالم، وان شاء الله زاد فريقنا القومي، وانا عندي امل ومتفائل على حسب بارينا اخيرا ان شاء الله زاد هو يترشح لكاس العالم. شرفتنا السي عبد الرؤوف. سوزان كلمه كفنانه امنيه نتاعك. نحب نشكركم على الاستضافه هذه وبارك الله فيكم، ونشكر سي عبد النصر على بعث القناه وربي معاك ان شاء الله بالتوفيق. على كل قبل ما نمشي محمد عليك لاي بالاسود والابيض ركن جديد كل مره ناخذه نواري بلون. محمد علي تفضل.